السلام عليكم. انت بتتعب وبتشرح وبتقنع، لكن الزبون في الاخر بيقولك هفكر وارجع لك وما بيرجعش، وبتقعد تقول الناس اكيد ما عندهاش فلوس او المنتج هو اللي مش عاجبهم، بس الحقيقة ان السبب انك انت بتبيع غلط. وخليني اقول لك النهارده اكبر غلطة بتخلي الناس تهرب منك حتى لو كان عرضك ممتاز. انا اشتغلت في البيع وقابلت عملاء كتير جدا، وقعت وخسرت وسمعت كلمة لأ أكتر من أي حاجة تانية أنت ممكن تتخيلها. لكن لما فهمت الغلطة دي الدنيا كلها اختلفت، العملاء بقوا بيسمعوا، بيسألوا، وفي الآخر بيشتروا. فاسمعني للنهاية لأن الفيديو ده ممكن يغير مستقبلك المهني بالكامل. محمود، طب إيه الغلطة الكبيرة اللي أنا ممكن أكون بقع فيها وأنا مش واخد بالي والغلطة اللي أنت بتتكلم عنها؟ بص يا سيدي، معظم الناس اللي بيشتغلوا في البيع بيعملوا حاجة واحدة غلط، وحط تحت الكلمة اللي جاية والجملة اللي جاية دي مليار خط وركز فيها جدا. بيبيعوا المنتج مش بيبيعوا الحل. تاني، بيبيعوا المنتج مش بيبيعوا الحل. يعني يقعد يقول لك مثلا المنتج ده اصلي، معمول من اجود الخامات، عليه خصم جامد، وهكذا. طب الفكرة في حاجة ان العميل نفسه مش فارق معاه المنتج، العميل فارق معاه نفسه. 3 أسئلة العميل بيسألهم لنفسه وغالبا مش هيسألهم ليك: هو المنتج ده هيريحني؟ المنتج ده هيحل مشكلتي؟ المنتج ده هيحسسني ان انا افضل؟ اديك كام مثال كده عشان خاطر تبقى الامور واضحة بالنسبة لك. لو انت مثلا بتبيع كورس، ما تقولش الكورس ده فيه 20 فيديو انت محتاج تذاكرهم. قول الكورس ده هيساعدك تقفل اول صفقة بيع في خلال 30 يوم. تمام؟ طيب لو مثلا بتبيع منتج تخسيس، ما تقولش المنتج دوت مصنوع من اعشاب ومن كذا ومن كذا ومن كذا. ما تقولش كده. قول هيساعدك تنزل 5 كيلو مثلا في 3 اسابيع بدون جيم ومن غير ما تجوع. خلي بالك الفرق هنا بسيط، ولكن التأثير هتلاقيه ضخم جدا وهو ده المطلوب. وخلينا نقول لك على الحلول في الخطوة اللي جاية. طب ايه الحل؟ 3 خطوات تبيع بيهم صح او هتبيع بيهم صح. وركز معايا جدا جدا في ال3 خطوات دول. اول خطوة: اسمع قبل ما تتكلم. يعني ايه؟ اسأل العميل ايه المشكلة، نفسك في ايه، وايه اللي تعبك. استفسر منه عن الحاجة فعلا اللي هو محتاجها. لما يسمعك وتفهمه، اوكي، او سوري، لما انت تبدأ تسمعه وتفهمه، هيبدأ هو يسمعك لما تيجي تتكلم وتبدأ ترشح له حاجة. طيب، او النقطة رقم 2: اربط الحل بمشاعره. يعني ايه؟ خليه يتخيل حياته بعد ما يستخدم المنتج او الخدمة اللي انت هتقدمها له، ووريه هيحس بايه. تمام كده؟ صدقني المشكله هتتحل عنده، لان هو لما يحس ان المشكله اتحلت عنده هو ده المطلوب اصلا، فبالتالي هيشتري. رقم 3: خليك صادق. يعني ايه؟ مفيش بياع بينجح من غير ثقة. لو كذبت عليه مرة او لو كذبت على العميل مرة مش هيشتري منك تاني ابدا. واللي بيفرق يعني واحد سيلز شاطر عن واحد سيلز تعبان، ان السيلز الشاطر طول الوقت عنده عملاء متجددين، ولو ركزت معاه شويه هتلاقي ان نسبه كبيره جدا جدا من العملاء المتجددين دول متجددين بسبب العملاء اللي اشتغل معاهم قبل كده. فالناس دي شايفاه صادق، فبالتالي بيبداوا ان هم يرشحوا له ناس. بلس كمان ان في نقطة مهمة جدا انا عايزك تاخد بالك منها وتحطها حلقة في ودنك. بص يا سيدي، العملاء بيشتروا بالعاطفة وبعد كده بيبرروا بالعقل. يعني ايه؟ يعني هو بيشتري دايما الحاجة اللي هي هتريحه وهتحل ليه المشكلة بتاعته، وبعد كده يبدأ يتكلم عن مميزات المنتج اللي هو خده. هيقول لك والله مثلا الخصم كان كويس، الخامات اللي انا اشتريتها كانت محترمة، كل ده عشان يبرر لنفسه نفسيا. ولكن الفكرة انه في الاول هو ما كانش مركز مع جودة المنتج على قد ما كان مركز ان فعلا المنتج ده هيحل له مشكلته ولا لا. عشان كده لو انت بتشتغل في البيع او ناوي تشتغل في البيع، فانت محتاج تبطل تركز على المنتج وتركز على العميل. ودي اهم مسج محتاجين نطلع بيها النهارده من الفيديو بتاع النهارده. لان اللي بينجح في البيع مش هو اللي بيعرف يتكلم، اللي بينجح في البيع هو اللي بيعرف يفهم. لو وصلت معايا لحد هنا اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر موقف حسيت فيه انك خلاص كنت قريب جدا انك تقفل ديل وفشلت، وانا هرد عليك بنصيحة تساعدك تقفل الصفقة اللي جاية بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. عشان الرسالة اللي جاية توصلك بمنتهى السهولة، هطلب منك طلب انك تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي مسج تنزل توصلك على طول. انا ادري والرسالة دي كانت ليك انت. خلي الرسالة توصلك، خليها توصل للعالم. اشوفك الفيديو اللي جاي.